بأن الحق معنا، لأن الحق سبحانه وتعالى معنا وراءنا وأمامنا وفي جانبنا. السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الحلقة الجديدة والمستجدة بطبيعة الحال من قناة ديالكم منبر الخبر. درنا عليكم بهذا الشكل العاجل لهذا الخبر اللي توصلنا به قبل قليل، والمفاد ديالو بأن وزارة الدفاع ديال العسكر الجزائري تعترف بالفعل أو بالجرم الذي قامت به في عرض المياه الإقليمية في الحدود ما بين السعيدية بطبيعة الحال والجزائر. إذن خرج البلاغ من وزارة الدفاع الجزائرية ديال العسكر الجزائري كتعترف به بشكل اللي هو مفضوح بهذه العملية اللي كان فيها إطلاق النار على شبان عزل يمارسون رياضة الجيتسكي في المياه الإقليمية الجزائرية. إذن بعد الضغط الرهيب ديال مختلف القنوات والمنابر الإعلامية، فالنظام العسكري يخرج إلى العلن بطبيعة الحال من الضغط من فرنسا أيضا. دار بلاغ وحضر فيه المواطنين وقال لهم بأن ما يمكنش نتساقوا أمام بعد التعاليق وهذا، ولكن في حقيقة الأمر في المواطنين اللي في الحدود يعلمون هذا النظام بشكل جيد ويعلمون الممارسات ديالو. إذن فهذا النظام يعترف مرة أخرى بهذه العملية الإجرامية اللي قام بها والمجنونة، وبالتالي فكي ورط نفس ديالو أمام المحاكم الدولية اللي غادي يتابعوا فيها من طبيعة الحال العائلات ديال الضحايا، وغيتابعوا كذلك المملكة المغربية باش يقتص من هذا النظام الغادر بطبيعة الحال، باش يقتص من هذا النظام الفاشل الجزائري. وبطبيعة الحال نزيدوا نعطيكم خبر عاجل آخر، وهو تعيين وزير اتصال جديد في عينه الرئيس الجزائري بشكل عاجل، نظرا للضغط اللي الحق بهم جراء هذه العملية النكرة اللي قاموا بها في عرض السواحل المغربية الجزائرية. إذن كان هذا الخبر العاجل اللي حاولنا أننا نشاركه معكم بطبيعة الحال بشكل مستعجل، وهو نص البلاغ ندرجوه في هذه الحلقة إن شاء الله. إذن غادي نخليكم مع نص هذا البلاغ، ودمتم في رعاية الله، وإلى حلقة قادمة بحول الله.